في عام 2030 ستستضيف المغرب بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال بطولة كأس العالم لكرة القدم، لتكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم البطولة عبر 3 قارات مختلفة. يتميز هذا التعاون برمزيات سياسية وثقافية عميقة، حيث يعزز الروابط بين شمال إفريقيا وأوروبا. المغرب الذي يسعى لتقديم نسخة مميزة سيستثمر في تطوير بنيته التحتية الرياضية، حيث ستستضيف مدن مثل الرباط، الدار البيضاء ومراكش بعض المباريات. هذا الحدث يعد فرصة لتعزيز مكانة المغرب عالمياً ودعم اقتصاده عبر زيادة السياحة وتحفيز الاستثمارات. يستعد المغرب لاستضافة بعض مباريات كأس العالم 2030 بتطوير وبناء مجموعة من الملاعب الحديثة التي تواكب المعايير العالمية. ضمن خططه يسعى المغرب إلى تعزيز بعض الملاعب الحالية وتوسيعها لتوفير طاقة استيعابية أكبر وتجهيزات متطورة، مثل ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء وملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط. كما سيبني المغرب ملاعب جديدة خاصة في المدن الرئيسية التي تمتاز بموقعها الاستراتيجي وتوفر الخدمات السياحية والفندقية. هذه المشاريع ستعزز من مكانة المغرب كوجهة رياضية عالمية، وستسهم في دعم البنية التحتية الرياضية والسياحية.